عن فضائح الرئيس السوري بشار الأسد في تسريبات موقع ويكيليكس، والتي نشرت تباعا، مع فارق أن ما تحت الثلج لم يكن مرجا أخضرا وإنما حقائق مظلمة. المعلومات التي تناولتها الوثائق المسربة كشفت الوجه القبيح لسلطات دمشق ودون مكياج هذه المرة، وهي وإن كانت لا تشكل مفاجأة للشارع السوري الذي يدرك ألاعيب النظام، إلا أنها جاءت بوقائع تطال المواقف القومية للنظام والتي يزاود عليها منذ عقود، فضلا عن تعريته أمام السوريين والجمهور العربي. لعل أبرز ما تضمنته وثائق ويكيليكس بخصوص الداخل السوري تلك التي يتحدث فيها الرئيس السوري إلى وفد من الكونغرس الأمريكي عن المعتقلين السياسيين في البلاد، فلطالما أنكر الأسد وجودهم في حوارات عدة. We don't have such political prisoners. We have two kinds of prisoners, either involved in terrorist acts or breaking the laws of Syria. أما في وثائق ويكيليكس فتنقلب الحقائق 180 درجة، ويعترف الأسد بسجنه المعارضين السياسيين، بل ويعتبر المعتقلين السياسيين مجرد حفنة من الأشخاص لا يستحقون عناء النقاش. ففي لقاء مع وفد من الكونغرس قال الأسد: نحن دولة تمر بعملية إصلاح، لسنا مثاليين، نحن نتحدث عن 12 شخص من أصل 20 مليون. هذه البلاد كلها مزرعة شخصية لعنترة، سماؤها، هواؤها، نساؤها، حقولها المخضوضرة، كل الشبابيك عليها صورة لعنترة، كل الميادين هنا تحمل اسم عنترة، عنترة يقيم في ثيابنا، في ربطة الخبز، وفي زجاجة الكولا، وفي أحلامنا المحتضرة، في عربات الخس والبطيخ، في الباصات، في محطة القطار، في جمارك المطار، في طوابع البريد، في ملاعب الفوتبول، في مطاعم البيتزا، وفي كل فئات العملة المزورة. أما يقولون يا عيني يا شباب